لو انت من الناس اللي كبرت على افلام الانيميشن وبتحب ترجع تعيش احساس الطفولة من تاني، الفيديو ده معمول ليك. النهاردة جمعت لكم افضل واقوى ملخصات افلام الانيميشن اللي حبيناها وتربينا عليها، مغامرات، مشاعر، ضحك وحاجات هتفكرك باجمل ايام زمان. جهز نفسك لرحلة سريعة بين عوالم ساحرة وشخصيات مستحيل ننساها. يلا بينا نبدأ احلى تجميعة انيميشن على القناة. القصة بتاعتنا النهاردة بتبدأ بقطرة مياه ذهبية نزلت من السماء على الارض، ومن القطرة دي طلعت وردة سحرية. الوردة دي كان عندها قدرة غريبة، أي حد مريض أو مصاب بتشافيه. عدت السنين وظهر في مملكة قريبة من البحر ملك، وملكة الناس كلها بتحبهم. الملكة في شهور حملها الأخيرة بس كانت تعبانة جدا، وكل يوم حالتها بتسوء ومفيش أي حاجة هتنقذها غير قوة الوردة السحرية. الملك على طول بعت الحراس يدوروا عليها ويجيبوها، وفي نفس الوقت كان في ست عجوزة اسمها جودزل. الست دي كانت مستخبية وبتستغل الوردة دي عشان تفضل شابة على طول، لكن حراس الملك وصلوا للوردة وخدوها ورجعوا بيها، وبالفعل سحر الوردة شفى الملكة ورجعها زي الفل. وبعدها خلفت بنت جميلة وسموها ريبونزل. الملك والملكة عملوا احتفال كبير بميلادها، وكانوا بيطلقوا فوانيس مضيئة في السماء، لكن جودزل ما سكتتش ورجعت لهم تاني. وعرفت ان سحر الوردة انتقل لشعر الريبونزل. جودزل جربت تقص خصلة من شعرها، بس اكتشفت ان اول ما الشعر يتقص السحر بيختفي. ساعتها ما كانش قدامها حل غير جودزل ما كانش عندها حل غير انها تخطف ريبونزل وتربيها عندها عشان تفضل تستفاد من شعرها وتعيش شباب على طول. وفعلا أخدتها لبرج عالي بعيد جدا وربتها كأنها بنتها. كل سنة في يوم ميلاد ريبونزل الملك والملكة كانوا بيطلعوا فوانيس مضيئة في السماء على أمل إن بنتهم في يوم من الأيام ترجع لهم. عدت السنين وكبرت ريبونزل، وكان عندها حرباية صغيرة صاحباها وبتلعب معاها طول الوقت. ورغم كل ده كان حلم ريبونزل الوحيد إنها تخرج من البرج اللي قضت فيه حياتها كلها. وفي الناحية التانية كان في لص مشهور اسمه فلين رايدر. فلين سرق تاج من القصر الملكي وجري بيه وهو بيتنطط من فوق السطوح عشان يهرب من الحراس. ونرجع تاني لريبونزل، كانت بتستخدم شعرها الطويل عشان تسيب جودزل تطلع للبرج. وفي اليوم ده طلبت من جودزل انها تخرج بره لاول مره عشان بكره عيد ميلادها الثامن عشر وتشوف الفوانيس المضيئه. لكن جودزل فضلت تخوفها وقالت لها ان العالم بره مليان وحوش، ولو خرجت هتكون في خطوره كبيره جدا. جودزل في الاخر قالت لريبونزل اسمعي كلامي يا بنتي، اوعي في يوم تفكري تخرجي من البرج ده، العالم بره خطر ومليان وحوش. وسابت ريبونزل ونزلت. ومن الناحيه التانيه فلين رايدر كان لسه بيجري وبيهرب من الحراس بعد ما سرق التاج. فضل يجري ويتنطط من فوق البيوت لحد ما وصل عند حصان ابيض، واللي هو كمان كان عايز ياخد التاج منه. بس فلين قدر يضحك عليه ويفلت منه. واول ما لف لقى نفسه قدام برج عالي جدا، برج ريبونزل. ما لقاش قدامه غير انه يطلع البرج عشان يستخبى. اول ما دخل ريبونزل مسكته وضربته على دماغه بالطاسه، وقع مغمي عليه. في ساعتها ريبونزل سحبته وخبته جوه الدولاب، وكانت مبسوطه جدا انها قدرت تحمي نفسها بنفسها ومش ضعيفه زي ما جودزل طول عمرها بتقول لها. رجعت جودزل من بره وريبونزل حاولت تفتح معاها موضوع الخروج تاني، بس المره دي جودزل اتعصبت عليها جدا وزعقت وقالت لها انسي يا ريبونزل، انسي الكلام ده خالص. ريبونزل خافت تحكي لها عن اللي مستخبيه جوه الدولاب وسكتت، لكن جالها فكره. طلبت من جودزل انها تجيب لها شويه حاجات مخصوصه من السوق، حاجات صعب تلاقيها بسرعه وبتاخد وقت طويل. وفعلا جودزل صدقت ومشيت عشان تجيب لها الطلبات، وقالت لها هتتاخر كام يوم. فلين منه اول ما فاق لقى نفسه متكتف ومربوط، وريبونزل واقفه قصاده بتساله انت مين وعرفت مكاني هنا ازاي. فلين حاول يبرر بس هي استغلت الموقف وقالت له بص يا سيدي، انت هتخرجني من البرج وتوريني المصابيح المضيئه اللي بشوفها كل سنه، وانا بالمقابل هرجع لك التاج بتاعك اللي انا مخبياه. فلين ما كانش قدامه حل فوافق وحكى لها كل اللي حصل، وانه اصلا كان بيهرب من عصابته اللي عايزين ياخدوا التاج منه. وفعلا ريبونزل اول مره في حياتها تخرج من البرج كانت مبسوطه جدا وحاسه انها اخيرا حره. وفي نفس الوقت الحصان الابيض كان لسه بيدور على فلين، ولما شاف صورته مقطعه اتاكد ان فلين قريب. نرجع لجودزل. اول ما رجعت وشافت الحصان عرفت ان في حد دخل البرج. جريت بسرعه وطلعت تنادي على ريبونزل بس محدش رد. دخلت من الباب السري وفضلت تدور لحد ما اكتشفت ان ريبونزل مش موجوده. ساعتها اتصدمت جدا ولقيت التاج وصوره لفلين رايدر، ومن هنا فهمت ان ريبونزل هربت معاه. اما من الناحيه التانيه فلين كان واخد ريبونزل لمطعم مليان مجرمين، واول ما المجرمين شافوه كلهم قاموا عليه وعايزين يسلموه للسلطات عشان المكافاه الكبيره اللي محطوطه على راسه. المجرمين كلهم قعدوا يتخانقوا على مين اللي هيسلم فلين وياخد المكافاه، لكن ريبونزل قدرت تسيطر على الموقف واقنعتهم ان لازم يسيبوه عشان هو الوحيد اللي هيقدر يوصلها للمصابيح. وفجاه الجو اتغير، وبدل ما كانوا هيأذوهم قعدوا يغنوا ويرقصوا معاها، وكل واحد فيهم بدأ يحكي لها عن حلمه وأمنيته. بس ما لحقوش يفرحوا إلا والحراس دخلوا ومعاهم العصابة اللي كان
فلين شغال معاها قبل كده. المجرمين وقتها وقفوا جنب ريبونزل وفلين وساعدوهم يهربوا، لكن الحصان كان لسه متعقب أثر فلين وفعلا لقاهم وبدأ يتخانق معاه. ريبونزل تدخلت وأنقذت فلين وخلته يتشبك في شعرها الطويل، وهربوا هما الاتنين. جروا لحد ما وصلوا كهف واستخبوا جواه، بس المشكلة إن المياه بدأت تدخل وتعلى عليهم وكانوا خلاص هيموتوا غرق. في اللحظة دي الاتنين خافوا جدا وقعدوا يبوحوا ببعض باعترافاتهم. فلين قال لها أنا اسمي الحقيقي يوجين، وريبونزل اعترفت له إن شعرها فيه سحر. وبعدين جات لها فكرة، بدأت تغني وشعرها نور ولمع في الضلمة لدرجة إن الكهف كله اتفتح بنور غريب. يوجين اتصدم من اللي شافه لأول مرة في حياته، ومن نور شعرها قدروا يلاقوا طريق يخرجوا منه، وفعلا نجحوا وخرجوا من الكهف. بس يوجين كان لسه متفاجئ ومش قادر يستوعب اللي حصل. الموضوع رجع لمامتها الشريرة، راحت للمجرمين اللي كان رايدر شغال معاهم قبل كده وسلمت لهم التاج وقالت لهم اللي أحلى من التاج إنكم تنتقموا من رايدر نفسه. نرجع تاني لرايدر، إيده كانت متعورة بعد ما خرجوا من الكهف. فريبونزل بدأت تعالجه بشعرها السحري. وقتها اعترفت له إن شعرها أول ما يتقص بيخسر لونه وقوته السحرية، وعشان كده عمرها ما نزلت من البرج ولا قصت شعرها. رايدر كمان قعد يحكي لها عن مغامراته اللي عاشها، والاتنين قعدوا يتكلموا مع بعض طول الليل، ومع الكلام والضحك باين عليهم إنهم بدأوا يعجبوا ببعض. وبعد شوية رايدر قام عشان يجيب شوية حطب للنار اللي كانت هتطفي، لكن في اللحظة دي مامتها ظهرت فجأة ورجعت لها وحاولت تقنعها إنها ترجع معاها البرج. ريبونزل رفضت وقالت لها إنها مش هترجع. مامتها بدأت تلعب بعقلها وقالت لها رايدر مش بيحبك، هو عامل كل ده عشان التاج، وأول ما ياخده هيسيبك ويمشي، كل اللي بينكم ده وهم. وبعدين اديت لها التاج ومشيت، وهي سايبة ريبونزل واقفة محتارة ومتلخبطة بكلامها. ولما رجع رايدر من تاني مامتها كانت بتراقبهم من بعيد ومعاها العصابة اللي كان شغال معاهم زمان. اليوم خلص وناموا، وتاني يوم الصبح رايدر صحي لقى وش الحصان اللي مش بيطيقه قدامه. ريبونزل حاولت تهدي الموقف بينهم وفعلا عرفت تسيطر على الحصان وتصالحهم على بعض، ومن هنا الحصان وافق يساعدهم ووصلهم لحد المدينة. وأول ما دخلوا البنات الصغيرين جروه على ريبونزل وبدأوا يلموا شعرها الطويل، وهي لعبت معاهم وفرحت جدا. وبعدها وقفت قدام لوحة كبيرة فيها صورة الملك والملكة وبنتهم الصغيرة، بس ريبونزل ما خدتش بالها إن البنت دي شبهها وكملت لعب وضحك مع الأطفال في الشارع. بعدها يوجين خدها على مركب عشان يحقق لها حلمها ويوريها المصابيح. وفي نفس الوقت في القصر الملك قاعد حزين لأنه عدى 18 سنة وبنته لسه ما رجعتش. ريبونزل كانت في قمة سعادتها وهي شايفة المصابيح بعينيها لأول مرة، وفرحت أكتر لما يوجين جاب لها مصباحين عشان يطيروهم سوا. وفي اللحظة دي ريبونزل اعترفت له وقالت بص أنا معايا التاج وممكن أديهولك لو عايز. يوجين بص ناحية الشاطئ لقى العصابة واقفة مستنياه، فبسرعة قال لها استنيني هنا، أنا هروح أخلص الموضوع ده وراجع لك. رايدر فعلا راح للعصابة وهو ناوي يديهم التاج ويخلص، بس اتفاجئ انهم بيقولوا له احنا مش عايزين التاج، احنا عايزين البنت اللي شعرها فيه سحر. وفي الوقت ده ريبونزل كانت قاعدة في المركب قلقانة وخايفة، وكلام مامتها بيرن في دماغها رايدر هياخد التاج ويسيبك. العصابة راحت لها وقالوا رايدر اخد التاج وهرب وسابك لوحدك. ريبونزل ما كانتش عايزة تصدقهم، لكنهم خلوها تتفرج عليه وهو راكب مركب وبايع التاج وماشي بعيد. ساعتها قلبها اتكسر وحست ان كل كلمة مامتها قالتها طلعت صح. قبل ما العصابة تخطفها مامتها ظهرت فجأة وبمنتهى السهولة أنقذتها، واللي طلع إن الخطة كلها كانت من تدبير مامتها من الأول. ريبونزل ما كانش قدامها اختيار واضطرت ترجع معاها البرج مكسورة ومخنوقة فاكرة إن رايدر خانها. في الناحية التانية رايدر اكتشف إن العصابة ربطوه في المركب وحطوا معاه التاج وزقوه نحو قصر الملك. أول ما المركب وصل الحراس مسكوه فورا. أما ريبونزل وهي قاعدة في البرج لقت ورقة من اللي جوه المصابيح، الورقة مرسوم فيها صورة الملك والملكة وبنتهم الصغيرة. ساعتها ريبونزل بدأت تربط الأحداث وشافت إن البنت دي هي نفسها، وهنا فهمت الحقيقة، هي الأميرة المفقودة. ريبونزل في اللحظة دي خلاص اكتشفت الحقيقة، وقفت قدام جزل وقالت لها أنا الأميرة المفقودة، أنت اللي خطفاني من أهلي. جزل حاولت تهديها وتلعب دور الأم الحنونة كالعادة، لكن ريبونزل ما كانتش مصدقة ولا كلمة. فجزل قلبت على وشها التاني وابتدت تعصب عليها وتوريها حقيقتها الشريرة. وفي الناحية التانية رايدر كان محبوس في السجن ومستني حكم الإعدام بسبب كل اللي عمله، لكن المجرمين اللي ريبونزل قابلتهم في المطعم قرروا يساعدوه، وبمساعدة الحصان كمان اللي كان بيكرهه في الأول قدروا يهربوه من القصر. رايدر جري بأقصى سرعة مع الحصان لحد ما وصل للبرج وفضل ينده ريبونزل ريبونزل، بس ما كانش في رد. وفجأة شعرها نزل من البرج. رايدر طلع بسرعة متخيل إنها اللي ساعدته، لكن أول ما وصل فوق اتصدم. ريبونزل كانت مربوطة واللي نزل شعرها مش هي، دي جزل الشريرة. طول ما ريبونزل بتحاول تفك نفسها علشان تعالج رايدر، جزل قالت لها أنا هسيبك تعالجيه بس مقابل كده هتفضلي هنا في البرج للأبد ومش هتخرجي من حد. ريبونزل اضطرت توافق عشان تنقذ رايدر، بس وهي بتساعده رايدر قرر يضحي ويخلص الحكاية كلها، ومسك حتة إزاز كانت جنبه وقطع
شعر ريبونزل. في اللحظة دي الشعر فقد سحره ولونه اتحول للبني، وجازل رجعت ست عجوزة جدا، ولما بصت في المراية وشافت نفسها اتصدمت وانهارت، ولما حاولت تمسك نفسها وقعت من فوق البرج وماتت. ريبونزل جريت على رايدر عشان تعالجه، بس للأسف معرفتش، فضلت تبكي وتعيط بحرقة، وفجأة دموعها نزلت عليه والسحر اشتغل من تاني. رايدر صحي وفضل يبص لها بخوف ودهشة، وبعد ما طمنها خدها وراحوا سوا للملك والملكة، ولما شافوها ما صدقوش نفسهم. بعد 18 سنة شافوا بنتهم الأميرة راجعة لحضنهم. الفرحة كانت مالية القصر كله، والمملكة كلها احتفلت برجوع الأميرة المفقودة. وفي الآخر رايدر اتجوز ريبونزل وسط فرحة كبيرة من الناس كلها. حكاية النهاردة بتبدأ بولد صغير اسمه أندي بيكون قاعد بيلعب بلعبته المفضلة وودي، وباين عليه إنه بيحبها أكتر من أي لعبة تانية. وبينما هو قاعد يلعب مامته بتنادي عليه علشان يساعدها في تحضيرات عيد ميلاده، فبيقوم ويسيب وودي. وأول ما أندي بيمشي بنشوف جوزي بيبدأ يتحرك وبيطلع إنه عايش، وكمان باقي الألعاب بيصحوا وبيتحركوا، وبنفهم إن كل لعبة فيهم بتتحرك وبتتكلم، بس بيخلوا نفسهم ساكتين ومتحركوش قدام الأطفال علشان يفضلوا فاكرين إنهم مجرد ألعاب. وقتها وودي بيجمع كل الألعاب وبيعمل اجتماع، وبيقول لهم إنهم لازم يخلوا بالهم من بعض كويس جدا علشان لما يجوا ينقلوا البيت الجديد ما حدش منهم يضيع أو يتساب وراهم. وبيفكرهم كمان إن النهاردة عيد ميلاد أندي، وساعتها كل الألعاب بتتوتر علشان خايفين إن أندي ياخد هدايا ألعاب جديدة وينسى اللعب القديمة. وودي بيحاول يطمنهم وبيقول لهم أندي بيحبكم وهيفضل يحبكم حتى لو جات له ألعاب جديدة. بس التوتر بيزيد أكتر لما أصحاب أندي يجوا علشان الحفلة، وأول ما أصحاب أندي بيوصلوا معاهم هدايا كتير جدا. وقتها وودي بيطلب من اللعبة اللي شبه الجندي تروح هي والفرقة بتاعتها علشان يشوفوا الهدايا دي فيها إيه. وفعلا الجنود بيروحوا ومعاهم جهاز لاسلكي، بيروحوا يتسللوا تحت الترابيزة وبيستخبوا كويس علشان ما حدش يشوفهم، وبيبدأوا يراقبوا كل هدية وهي بتتفتح، وبيقولوا لودي على اللاسلكي إن كل الهدايا ما فيهاش ألعاب، فكل الألعاب بتتنفس السعداء وبيطمنوا. بس فجأة مامة أندي بتقدم له هدية منها هي شخصية، وقبل ما وودي يعرف جوه الهدية دي إيه الديناصور بالغلط بيوقع اللاسلكي. وساعتها بيسمعوا صوت أندي وهو طالع على السلم، فكل الألعاب بتجري بسرعة وترجع أماكنها علشان يفتكرهم أندي إنهم مجرد ألعاب. وبيدخل أندي الأوضة هو وأصحابه وهم مبسوطين جدا، وبيبان إن أندي بيرمي وودي من على السرير وبيحط مكانه اللعبة الجديدة. وأول ما وودي بيبص على اللعبة الجديدة بيكتشف إنها لعبة رائد فضاء، والمفاجأة الأكبر إن اللعبة دي متخيلة إنها فعلا رائد فضاء حقيقي في مهمة رسمية. وبيبدأ يتكلم مع الوكالة وبيقولهم إن المركبة بتاعته عطلت وإنه دلوقتي موجود على كوكب مجهول. وهو بيتكلم بيجي وودي وبيبدأ يرحب بيه ويفهمه الوضع، لكن باز بيبقى مشغول في كلامه وبيحاول يستخدم الليزر بتاعه اللي طبعا مش شغال أصلا. بعد كده باز بيتعرف على وودي وبيعرفه بنفسه وبيقول له أنا اسمي بازي طاير وأنا في مهمة رسمية لإنقاذ المجرى. وودي وقتها بيبقى مش فاهم هو بيقول إيه ولا يقصد إيه بالظبط، وبيفضل باصص له باستغراب. تيجي باقي الألعاب وبيبدأوا يرحبوا بباز، وكلهم بيكونوا مبهورين بيه وبلعبته، خصوصا بالأزرار الكتير اللي في بدلة باز واللي كل زر منهم بيعمل حاجة، فبيتشدوا له قوي. وساعتها يبدأوا يتريقوا على وودي شوية لأنه ما عندوش أي حاجة زي دي، لا أزرار ولا أصوات ولا ليزر. وودي بيضايق شوية وبيروح يقول لباس إنه أخد مكانه لأنه المفروض إنه اللعبة المفضلة عند أندي، بس باز بيرد عليه بكل ثقة وبيقول له أنا مش لعبة، أنا رائد فضاء حقيقي، وبيفتح له جناحاته وبيقول له إنه يقدر يطير بيهم. وودي طبعا مش مصدق وبيقول له لو كده وريني الطير. وساعتها باز بينط من على السرير وهو بيقول بصوت عالي إلى اللانهائية وما بعدها، وبيتزحلق وبيتشقلب شوية في الهواء وبيخبط في لعبة معلقة في السقف، وبالصدفة بيرجع تاني على السرير. وقتها ودي بيقول له ده مش طيران، دي كانت سقطة حلوة. وفي الوقت ده بيرجع أندي البيت وبيبقى حزين علشان باز وودي مش موجودين، وكان نفسه ياخدهم معاه المطعم. في الناحية التانية وودي وباز محبوسين في أوضة سيد، واللعب اللي سيد بازهم بيبدأوا يقربوا منهم، وودي بيتوتر جدا لما بيشوف شكلهم وبيفتكر إنهم وحوش، بس مع الوقت بيكتشف إنهم مش شريرين، دول كانوا بس بيساعدوا بعض وبيحاولوا يصلحوا نفسهم بعد ما سيد بازهم. وباز بيكون متضايق جدا وبيبدأ يفقد الأمل تماما لما بيشوف إعلان في التلفزيون عن نفسه، وبيفهم أخيرا إنه مجرد لعبة مش رائد فضاء زي ما كان فاكر. فبيروح يحاول يطير من الشباك لكنه بيقع وبتتكسر جناحاته وبيبقى محبط وحاسس إنه ولا حاجة. ودي بيشوف اللي حصل وبيحزن عليه وبيحاول يطمنه ويقول له إن كونه لعبة مش حاجة وحشة، بالعكس دي حاجة مهمة جدا لأن اللعب بتخلي الأطفال سعيدين. وفي اللحظة دي ودي بيحط خطة علشان يهربوا من بيت سيد قبل ما يفجر باز، وبيطلب مساعدة اللاعب اللي سيد كان بازهم، وبيبدأوا كلهم يشتغلوا مع بعض، وفعلا بيقدروا يخوفوا سيد عن طريق إنهم يمثلوا إنهم عايشين وبيكلموه بصوت واحد وبيقولوا له يبعد عن اللاعب. ودي لحظة مرعبة ومضحكة في نفس الوقت، وسيد بيجري وهو مرعوب ووعد إنه مش هيلعب بلعب تاني. وودي
وباز بيجروا بسرعة علشان يلحقوا أندي قبل ما يمشي، وبيجربوا يركبوا في العربية لكن بيتأخروا وبيبدأوا يجروا وراها. وودي بيستخدم صاروخ كان سيد لازقه في ظهر باز وبيشغله، وبينطلقوا بسرعة في الهواء، وبيفتكر باز إنه هيطير فعلا، بس وودي بيقولوا إن دي مش طيارة، ده وقوع بشياكة. وفي الآخر ودي وباز بيقدروا يوصلوا للعربية وينزلوا جوه الصندوق مع باقي اللاعب، وكلهم بيفرحوا جدا وبيفهموا إن وودي كان صادق، وبيرجعوا يبقوا أصدقاء تاني. وفي الكريسماس بيبقى كل اللاعب قاعدين مترقبين الهدايا الجديدة اللي ممكن تيجي، بس المرة دي بيبقوا مطمنين لأنهم عارفين إن أندي بيحبهم وإنهم مش مجرد لاعب، دول عيلته التانية. فيلمنا النهارده بيبدأ بودي وهو بيدور على الطاقية بتاعته، وبيروح لباز وبيقوله ياخد باله من كل اللاعب علشان أندي هياخده معاه في المعسكر الصيفي. باسم منه بيطلب من كل اللاعب إنهم يساعدوه يدوروا على الطاقية. وهما بيدوروا الديناصور بيشغل التلفزيون بالغلط، وبيظهر إعلان على الشاشة لراجل لابس زي فرخة وبيقول إنه صاحب محل ألعاب كبير. بعدها وودي بيلقى الطاقية وبيجي كلب أندي ويلعب معاه شوية، وودي بيبقى مبسوط جدا. بس فجأة ماما أندي بتندى عليه وبتقول له يجهز علشان هيمشي كمان 5 دقايق. أندي بيجمع كل لعبه وبيبدأ يلعب، لكن وهو بيلعب بودي دراعه بيتقطع من غير قصد. وقتها أندي بيزعل وبيقول لمامته إنه مش هياخده معاه، وودي بيتصدم جدا وبيتحط على الرف لوحده، وبيحس بالحزن الشديد، مش بس علشان دراعه اتقطع لكن كمان علشان مش هيروح معسكر أندي. بازن وأصحابه بييجوا يواسوه، بس هو بيبقى زعلان جدا. وفجأة وهو سرحان بيصحى على حركة غريبة، وبيلاقي لعبة جديدة واقفة قدامه، وكانت اللعبة اللي على الرف اسمها ويزي. ولما وودي شاف ان ماما أندي بتبدأ تبيع الخردة اللي في البيت اتخض جدا وخاف على اللاعب اللي حواليه، فقام نادى على باقي اللاعب وقال لهم يستخبوا بسرعة. وفعلا بتدخل ماما أندي وبتبدأ تجمع شوية لاعب علشان تبيعهم في سوق الخردة، ومن بين اللاعب اللي خدتهم كانت ويزي. ساعتها وودي قرر ينقذها ونادى على كلب أندي وخرج من الأوضة ونزل معاه على السلم وخرج بره البيت وراح على المكان اللي بيتباع فيه الحاجات القديمة. وكان باز وباقي اللاعب بيراقبوا كل اللي بيحصل من الشباك. وودي يقدر يوصل لويزي وحطها على ظهر الكلب علشان يرجعوا بيها، بس وهو راجع وودي وقع من على الكلب من غير ما يحس. وفي اللحظة دي جه راجل من الناس اللي بيشتروا الخردة ولقى وودي على الأرض، وفضل يبص عليه وهو مبهور وفرحان جدا، وعرض على ماما أندي إنه يشتريه ب$50، لكن هي رفضت وقالت له لا، واخدت وودي منه وحطته في صندوق. بس الراجل ده كان عنده نية تانية، فقام شتت ماما أندي وفتح الصندوق من وراها وسرق وودي ومشي على طول. باز كان شايف كل حاجة من فوق، فنط بسرعة من الشباك وجري ورا عربية الراجل وقدر يوصل لها، بس للأسف ما قدرش ينقذ وودي. وودي بيقع من العربية وبتقع معاه ريشة فرخ. ساعتها باقي اللاعب بتتجمع وبيبدأوا يرسموا شكل الراجل اللي خطف وودي، بس ما حدش بيعرفه لحد ما باز بياخد باله من حاجة وبيطلب منهم يرسموا نفس الراجل بس وهو لابس بدلة فرخ. وساعتها بيعرفوا إنه نفس الراجل اللي كان بيظهر في إعلان محل الألعاب، فبيفتحوا التلفزيون وبيعرفوا مكان المحل من الإعلان وبيقرروا إنهم يروحوا هناك علشان ينقذوا وودي. وبيخرج باز ومعاه الديناصور والخنزير والبطاطساية والكلب، وبيبدأوا رحلتهم من بيت أندي وبيكون المنقب لسه جوه الكرتونة، وبيفرح جدا لما وودي بيظهر وبيبان على وودي إنه مش فاهم أي حاجة من اللي بيحصل، خصوصا لما يلاقي إن تشيسي والمنقب والحصان عارفين اسمه من غير ما يعرفهم. وقتها بيبدأ المنقب يشرح لوودي إنه مش أي لعبة، لا ده لعبة نادرة جدا وليها قيمة كبيرة، وبيوري له كل الحاجات اللي كانت معمولة علشانه من زمان زي الكتب والمجلات والألعاب والمجسمات. ساعتها وودي بينبهر جدا من اللي بيشوفه وبيبقى مش مصدق إن كل ده متعلق بيه، وبيفرح أكتر لما يعرف إن كان في مسلسل كرتون معمول له زمان، وبيبدأ يلعب بالحاجات دي مع تشيسي والحصان وبيفضلوا يضحكوا ويهزروا مع بعض وبيبقوا مبسوطين جدا. لكن المنقب بيقول جملة بتخلي وودي يقف كده لحظة، بيقول له إن المجموعة كده اكتملت أخيرا، وساعتها هيقدروا يسافروا اليابان علشان يتعرضوا في متحف كبير هناك. بس ساعتها بيبان على وودي إنه اتضايق وبيشرح لهم إنه ما يقدرش يروح لأنه لازم يرجع لصاحبه أندي وباقي أصحابه من اللعب، وبيكون واضح عليه قد إيه بيحبهم. تشيسي بتتضايق جدا وبتعيط وبتقوله إنها مش عايزة ترجع تاني للمخزن لأنها عاشت سنين محبوسة هناك ومش قادرة تتحمل ده تاني. وبيشرح المنقب كمان إن من غير وودي المتحف مش هيشتري المجموعة، يعني كلهم هيضيعوا. وبرغم كده وودي بيرفض وبيقرر يرجع لأندي، ووقتها بيسمعوا صوت الراجل صاحب محل الألعاب وهو داخل البيت، فبيرجعوا بسرعة كلهم أماكنهم علشان ما يبانوش إنهم بيتحركوا. بتروح تشيسي بعيد وهي متضايقة جدا
وساعتها الحصان كمان بيبقى زعلان وبيمشي وراها، وبيبقى وودي قاعد لوحده حاسس بالذنب ومش عارف يصدق مين، لحد ما بيرجع الراجل اللي هيصلحه وبيبدأ يشتغل على ذراعه وبيصلحه بدقة وتركيز شديد، لدرجة إنه بيستعمل أدوات صغيرة جدا وبيستخدم عدسات مكبرة وهو لابس الجوانتي الأبيض. ولما بيخلص وودي بيرجع زي الجديد تماما وبيفرح جدا إنه بقى سليم تاني، لكن في نفس الوقت بيبقى في صراع جواه بين إنه يسافر مع المجموعة ويعيش في المتحف ولا يرجع لصاحبه أندي. وفي اللحظة دي المنقب بيحاول يقنع وودي إن أندي هيكبر وهيجي وقت مش هيهتم بيه فيه ولا هيحب اللعب زي زمان، وإن مكانه الحقيقي هو المتحف. لكن وودي ما بيبقاش مقتنع بالكلام ده وبيفكر في أصحابه وبأندي، وساعتها بتبدأ المغامرة تكمل معاه. وكانت بتحبها جدا، بس لما كبرت بدأت تهتم بحاجات تانية ونسيتها وركنتها على جنب، وفي الآخر تبرعت بيها لأي حد. وساعتها جيسي اتحبست في الكرتونة لسنين، فبتقوله إنها مش عايزة تعيش نفس التجربة دي تاني، علشان كده عايزة تروح المتحف، على الأقل هناك هتكون مهمة ومش هتطركن تاني. الكلام ده بيلمس قلب وودي وبيبدأ يفكر من جديد، هل فعلا لما أندي يكبر هينساه؟ هل المتحف هيكون مكانه المناسب؟ في الوقت ده باز المزيف بيكمل مع باقي الألعاب وبيدخلوا المخزن اللي ودي محبوس فيه وبيلاقوا وودي، وساعتها الكل بيكون فرحان وبيطلبوا منه يرجع معاهم لأندي، لكن وودي بيقول لهم إنه مش راجع وإنه قرر يروح المتحف مع جيسي والحصان والمنقب. ساعتها باز المزيف طبعا بيحاول يتكلم، بس باز الحقيقي بيوصل وبيخرج من العلبة وبيتصدموا كلهم إن اللي معاهم كان مزيف. وساعتها وودي بيشوف قد إيه أصحابه تعبوا علشانه وإنهم خاطروا بحياتهم علشان يرجع معاهم، فبيتراجع عن قراره وبيقرر يرجع معاهم فعلا. وبيوصل الراجل اللي خطفه وودي للشقة وبيكون معاه الشنطة اللي فيها باقي الألعاب وبيجهز علشان يسافر بيهم. باز وأصحابه بيجروا بسرعة وبيتنططوا فوق الشنطة والأسانسير. العربية بتتحرك ناحية الطيارة وودي لسه ما أنقذش جيسي، لكن باز ما بيستسلمش وبيجري هو وبولس على الحصان بكل سرعته. بيلحقوا العربية في آخر لحظة وودي بينط جواها وبيلاقي جيسي فعلا جوه الشنطة وبيفكها وبيساعدها تطلع، لكن المفاجأة باب الطيارة بيبدأ يتقفل وبيجري وودي وجيسي بأقصى سرعتهم وبيجري بسرعة ناحية فتحة عجلات الطيارة، لكن وهو على وشك يقع بيوصلوا أصدقائه وبيجي باز ومعاه الحصان وهم كلهم بيتنفسوا الصعداء بيرجعوا للبيت. وودي بيبقى حاسس إنه أخيرا رجع لمكانه الطبيعي مع صاحبه أندي، وبيقرر إنه مش هيخاف من إنه يتقطع أو يتكسر، لأن أهم حاجة عنده دلوقتي إنه يكون موجود علشان صاحبه ويعيش كل لحظة وهو بيسعده. وبيخلص الفيلم واللعب كلهم متجمعين في الأوضة مبسوطين وفرحانين. حكايتنا النهاردة بتبدأ مع أندي وهو صغير ومامته بتصوره بالكاميرا وهو بيلعب بالألعاب بتاعته وبيتعامل معاهم كأنهم أصحاب حقيقيين، والأيام بتعدي وأندي بيكبر يوم بعد يوم لحد ما بقى على وش إنه يروح الجامعة. في يوم مامته قالت له افتح الصندوق بتاع الألعاب، بقالك كتير ما لعبتش بيهم. أندي فعلا فتح الصندوق وبص على وودي وباز وباقي أصحابه، بس واضح إن الزمن اتغير فقفل الصندوق تاني ومشي. ساعتها كل الألعاب كانت زعلانة وحاسة إن أندي ما بقاش مهتم بيهم زي زمان. وودي جمعهم في اجتماع وقال لهم بهدوء أندي كبر وكنا عارفين إن اليوم ده هيجي، بس مستحيل يرميكم أو يتخلى عنكم، هو بس هينزلنا البدروم علشان يفضل محتفظ بينا. بعض الألعاب اتوترت وخافوا يحصل لهم زي ما حصل بلعب صاحبهم زمان، لكن وودي طمنهم وقال إحنا هنفضل معاه مهما حصل. وفجأة سمعوا صوت باب بيتفتح. أندي دخل أوضته مع أخته الصغيرة ومامته. مامته بدأت تطلب من أخته إنها تجمع الألعاب اللي مش محتاجاها علشان يتبرعوا بيها للحضانة. البنت صغيرة حطت لعبة باربي في الكرتونة، وبعدين مامته سألت أندي عايز تتبرع أنت كمان بالألعاب بتاعتك؟ أندي رفض وقال لها لا أنا هحطهم في البدروم. بدأ يجمع الألعاب ويحطهم في كيس أسود وماسك وودي علشان ياخدوا معاه الجامعة. أندي كان هينزل الألعاب البدروم، لكن وهو ماشي ساب الكيس على الأرض ثواني علشان يساعد أخته، وهنا جات الأم وخلت الكيس الأسود ده كيس زبالة وخدته ورمته بره على الرصيف. الألعاب كانت جوه الكيس ومش فاهمين اللي حصل وبيفتكروا إن أندي اتخلى عنهم ورماهم في الزبالة، فكل واحد فيهم كان متضايق ومصدوم. لكن وودي كان واقف من بعيد شايف اللي حصل كله وعارف إن أندي ما كانش يقصد، فجري بسرعة علشان يلحقهم قبل ما عربية الزبالة تيجي. الألعاب حاولوا يفتحوا الكيس من جوه وفعلا قدروا يهربوا قبل ما العربية توصل، ولما وودي وصل عند الرصيف بيدور عليهم لكن ما لقاهمش، فهم إنهم هربوا وراحوا مع الكرتونة اللي فيها التبرعات. الكرتونة اتشالت واتحطت في شنطة العربية ومامته خدتها وراحت على الحضانة. هناك
قابلت المشرفة ومعاها بنتها الصغيرة بوني، سلمت لها الكرتونة وقالت لها دي ألعاب للأطفال أتمنى يستفيدوا بيها. المشرفة خدت الكرتونة ودخلت بيها أوضة اللعب، وأول ما الألعاب دخلت المكان الأطفال كلهم جروا عليهم بحماس، بس مش الحماس اللطيف. الأطفال دول كانوا صغيرين قوي ويلعبوا بشكل عنيف ويدوسوا ويشدوا ويرموا. اتكسر السيد بطاطساية والديناصور اتلوى وباقي الألعاب اتبهدلت خالص. وفي نفس الوقت وودي كان مع بوني اللي أخدته من على الشجرة. بوني رجعت البيت وفتحت شنطتها ولقت وودي، اتبسمت وقعدت تلعب بيه مع الألعاب الصغيرة بتاعتها. ولأول مرة وودي حس إنه حد بيحبه وبيقدره تاني وكان مبسوط. نرجع للحضانة. بعد ما الأطفال الصغيرين بهدلوا الألعاب باز قال إحنا لازم نتكلم مع لوتسو يمكن يفهم الوضع وينقلنا لأوضة الأطفال الكبار. باز طلع من الفتحة اللي فوق الباب ومشي لوحده لحد ما وصل لقسم الألعاب الكبيرة. سمع لوتسو وأصحابه بيتكلموا الأطفال الصغيرين بيدمروا أي لعبة جديدة، إحنا بنديهم الألعاب الجديدة علشان يبوظوها ولما يزهقوا نرميهم. ساعتها باز فهم إن لوتسو شرير ومسيطر على المكان كله بالقوة. وقبل ما باز يلحق يمشي واحد من الأطفال شافه ومسكه وجاب لوتسو. لوتسو ابتسم وقال له بهدوء مصطنع أنا ممكن أنقلك لأوضة الأطفال الكبار بس لو سبت أصحابك ونسيتهم. باز رد بسرعة وبثقة مستحيل إحنا فريق واحد. لوتسو اتنرفز وقال للطفل فك الغطا رجعه وضع المصنع. الطفل قام وفك باز من ظهره وضغط على زر إعادة ضبط. باز رجع يبص حواليه بصوت بطل فضاء عامل نفسه جاي من ناسا أنا رائد الفضاء باز يطير من أنتم ولماذا أنتم في قطاع العمليات. وبدأ يهاجم أصحابه لأنه نسي كل ذكرياته معاهم. دلوقتي بقى شايفهم أشرار. الألعاب حاولت تهديه لكن لوتسو استغل اللحظة وحبس كل الألعاب في أقفاص وخلى باز الحارس بتاعهم. ونروح لودي. وودي كان في بيت بوني وكانت تلعب بيه بحب وهدوء. وودي كان مبسوط بس قلبه لسه مع أصحابه. وفي يوم وودي قال لألعاب بوني أصحابي في خطر لازم أرجع لهم. الألعاب دول كانوا طيبين فوروه مكان بيت أندي على الكمبيوتر. وودي اتأكد إن الحضانة قريبة جدا فقام وخرج علشان يرجع ينقذ أصحابه. وودي وصل للحضانة بالليل ودخل من شباك الأوضة اللي فيها الأطفال الصغيرين. أصحابه أول ما شافوه اتصدموا وفرحوا في نفس الوقت والكل اعتذر لبعض ورجعوا فريق واحد زي زمان. لكن المشكلة الكبيرة كانت باز اللي واقف بيحرسهم زي جندي في الجيش ومش فاهم إنهم أصحابه أصلا. فجأة جاله وودي لازم نرجعه ذاكرته. فبرابي راحت عند كيني اللعبة اللي لوتسو معتمد عليه عملت نفسها بتحبه وبعدين شدته من شعره وقال لها كل حاجة عن طريقة إرجاع باز للوضع الطبيعي. وأول ما عرفوا الزر الصحيح راحوا كلهم على باز وقاموا مثبتينه وبرابي ضغطت على الزر. باز رجع لوعيه بس اتقلب باز بالإسباني بدأ يرقص ويتكلم بحركات درامية. رجع صاحبهم ومشى معاهم في الخطة. وقت التنفيذ ودي قال نهرب بالليل من النافذة ونروح على ساحة الأمامة ومن هناك نخرج نعدي من البوابة الخلفية وندخل جوه صندوق الزبالة احنا اللي نختار نرمي نفسنا علشان نخرج بره الحضانة. وبيوصلوا كلهم لساحة الأمامة لكن فجأة لوتسو وأتباعه بيظهروا قدامهم وقافلين الطريق. لوتسو قال بصوت بارد مفيش هروب انتوا هتفضلوا هنا للآخر. لكن قبل ما يرميهم في صندوق الزبالة واحد من الأطفال اللي لوتسو كان كذب عليه شافه وقال انت كداب انت قلت ان ديزي بتحبك. الطفل اتعصب ومسك لوتسو ورماه هو كمان في صندوق الزبالة والصندوق اتقفل. وفي اللحظة دي جت عربية الزبالة وخدت الصندوق ومعاه كل الألعاب. الألعاب كانت جوه صندوق الزبالة والعربية خدتهم على مكب النفايات. هناك بدأوا يتزحلقوا على سير كبير بينقل الزبالة ناحية مفرمة عملاقة بتسحب كل حاجة وبتفرمها. بعدها السير نقلهم أعلى ناحية مغناطيس عملاق اللي بيشفط الحاجات المعدنية. فكل الألعاب اللي فيها معدن اتسحبت لفوق ما عدا السيد بطاطساية لأنه بلاستيك. وبين الزحمة شافوا لوتسو متعلق وبيصرخ وبيطلب المساعدة وودي ببساطة مد إيده وأنقذه رغم إن لوتسو كان السبب في كل اللي حصل. لكن لما وصلوا للزر اللي بيوقف السير ولوتسو كان واقف جنبه ما دوسش سابهم يتحركوا ناحية النار وبكل ندالة مشي. السير اتحرك بيهم لنقطة النهاية نار ضخمة بتحرق كل حاجة. الألعاب حاولوا يجروا مفيش مفر مفيش سلالم مفيش طريق تاني. وقتها باز بص لجيسي ومسك إيديها علشان يطمنها وودي شاف كده ومسك إيد باز والباقي مسكوا بعض واحد ورا التاني وسكتوا. مفيش صريخ مفيش خوف كان في قبول. لو هيموتوا مع بعض. وهي دي اللحظة اللي كسرت قلوب العالم كله. المعجزة فجأة خطاف معدني ضخم ينزل من فوق ويسحبهم بعيد عن النار. مين اللي كان سايق الونش؟ الثلاث كائنات الفضائية الصغيرة. كانت جملة حياتهم وجت في أهم لحظة. الكل بص عليهم ومحدش مصدق إنهم لسه عايشين. العودة إلى أندي الألعاب رجعت بيت أندي واستعدوا إن كل واحد يروح مكانه. وودي كان المفروض يدخل في صندوق أندي اللي هياخده معاه الجامعة لكنه وقف وبص على أصحابه
أصحابه، وعارف إن مصيرهم لو اتسابوا في البودروم هيبقى نهاية حزينه، فكتب ورقة وحطها على الصندوق الكبير. بوني أندي قرأ الورقة وافتكر ذكرياته، وركب العربية وراح عند بيت بوني وقعد معاها وقدم لها كل لعبة بإيده واشرح لها كل واحد فيهم بيعمل إيه وبيحب إيه. ولما وصل لودي وقف ثواني وشه اتغير، وودي بالنسبة له مش لعبة، ده أعز صديق. لكن في الآخر سلمها وودي وقال خلي بالك منه، ده كان معايا طول عمري. أندي لعب معاهم كلهم آخر مرة. ضحكوا اتحركوا، رجع طفل دقيقة وبعدين قال شكرا على كل حاجة، ويركب عربيته وماشي. وبوني مسكته وودي وقربته من باقي الألعاب، وودي بص للسما وقال جملة صغيرة إلى ما لا نهاية وما بعد ذلك. حكايتنا النهاردة بتبدأ بطفل صغير اسمه كارل ماشي في الشارع وهو لابس لبس الكشافة وماسك بالونة في إيده. فجأة يسمع صوت بنت جاي من بيت مهجور، فيقرر يدخل يشوف فيه إيه. يلاقي بنت لابسة لبس الكشافة زيه بالظبط بتلعب لوحدها، وتزعق له وتقول له المستكشفين بس هم اللي ينفع يدخلوا المكان ده. وبعدها تضحك وتعرفه على نفسها وتقول له إن اسمها إيلي. وفجأة البالونة بتاعته تطير. إيلي تشجعه وتقول له يطلع يجيبها من فوق سطح البيت، بس وهو بيطلع يقع وإيده تتكسر. إيلي تجاري عليه وتطمنه وتحاول تسليه، وتطلع له كتاب المغامرات بتاعها وتقول له أنا نفسي أعيش يوم من الأيام عند شلالات الفردوس. وتبص له وتقول توعدني إنك توديني هناك. كارل يوعدها، وبتعدي السنين وإيلي وكارل بيكبروا ويتجوزوا وبيفضلوا يحوشوا علشان يحققوا حلم إيلي في السفر لشلالات الفردوس. وللأسف كل ما يحوشوا شوية فلوس تحصل حاجة ويضطروا يصرفوها ويكبروا ويعجزوا والحب ما بينهم بيزيد. وبعدها إيلي بتتعب وتدخل المستشفى وتموت. وفي يوم كارل بيصحى من النوم ويطلع يقعد قدام بيته، وساعتها يبص حواليه ويلاقي كل البيوت اللي حواليه اتهدت وكان بيتبني مشروع مكانها. ويروح ياخد الجوابات من صندوق البريد. وقتها يقرب منه واحد من مهندسين المشروع ويعرض عليه سعر أكبر علشان يبيع البيت، لكن كارل يرفض ويرجع البيت. وبعدها الباب يخبط، ولما يفتح يلاقي طفل لابس لبس الكشافة ويقول له إن اسمه راسل، ويسأله لو محتاج أي مساعدة علشان يقدر ياخد وسام مساعدة الجيران. لكن كارل يرفض. وساعتها راسل يقول له أنا مش ناقصني غير وسام واحد بس علشان أبقى مستكشف أول الطبيعة. وقتها كارل يقول له إن في حيوان بوظ الزرع بتاعه وإنه محتاج حد يساعده يمسكه. وساعتها راسل يفرح جدا ويجري بسرعة يدور على الحيوان. وبعدها كارل يشوف عربية ضخمة بتخبط في صندوق بريده، ويروح يزعق لمهندس المشروع ويضربه بالعصاية وياخد الصندوق ويدخل البيت. وبعدها يستدعوا كارل للمحكمة ويعرف إنه لازم يروح دار مسنين. ولما يرجع بيته يمسك كتاب المغامرات بتاع إيلي ويفضل يقلب فيه ومش قادر يسيب البيت وذكرياتهم سوا. وتاني يوم الصبح ناس من دار المسنين يجوا ياخدوا كارل، وساعتها يطلب منهم يستنوا علشان يودع البيت لآخر مرة. وفجأة البيت كله يطير في الهواء بسبب بلالين كتير وكارل جواه. وساعتها كارل يبص صورة إيلي وهو فرحان إنه أخيرا في طريقه للحلم. وساعتها كارل يستغرب لما يلاقي الباب بيخبط، ولما يفتح يلاقي راسل ماسك في الشباك وهو مرعوب. وبعدها يدخلوا سوا البيت ويفضل راسل يسأل كارل أسئلة كتير. وفجأة تقوم عاصفة قوية تهز البيت جامد ويقع كارل ويغمى عليه. ولما يصحى يلاقي إن راسل قدر يتحكم في الاتجاهات باستخدام جهاز الجي بي اس بتاعه اللي كان ماسكه وقع من الشباك من غير ما يقصد. وبعدها يلاقوا نفسهم في مكان غريب ويكتشفوا إنهم بعدوا عن المدينة. وساعتها كارل يبص قدامه ويلاقي شلالات الفردوس ويفرح جدا انه وصل بالسهولة دي، ويربط كارل البيت بحبل ويشده في اتجاه الشلالات. وساعتها راسل يكتشف وجود طائر غريب وضخم ويفضل يلعب معاه. وبعدها يلاقوا كلب، والغريب انه كان بيتكلم. وقتها كارل يخاف، لكن الكلب يطمنه ويقول له ان صاحبه اخترع الطوق اللي لابسه وعلشان كده بيقدر يتكلم. وبعدها تظهر مجموعة كلاب لابسين اطواق زي الكلب دوج وبيكونوا بيدوروا على الطائر، ويعرفوا من دوج انه قدر يلاقي الطائر. وبعدها راسل يحاول ينصب خيمة لكن يفشل، ويقول لكارل انه عمره ما قدر ينصب خيمة، خصوصا ان بابا دايما مسافر وانه كان نفسه يحضر حفلة الكشافة معاه. وتاني يوم الصبح يكتشفوا ان الطائر طلع انثى وانها بتجمع اكل لاولادها. وساعتها راسل يخاف لا يحصل لها حاجة قبل ما ترجع لاولادها. وقتها الكلاب يروحوا لصاحبهم دوج ويسألوه عن مكان الطائر، لكن دوج ما يعرفش مكانه. وساعتها ياخدوا راسل من عند دوج ويرجعوا بيه لزعيمهم. وبعدها كارل يكتشف ان زعيم الكلاب هو تشارلز المستكشف اللي كان بيحبه وهو صغير وكان بيتفرج عليه في التلفزيون. وساعتها كارل يفرح جدا ويدخل المعسكر بتاعه وهو مش مصدق نفسه من الفرح. وقتها كارل يقول لتشارلز ان إيلي مراته كانت بتحلم تعيش جنب شلالات الفردوس بسببه وانه حب يحقق لها حلمها. وبعدها تشارلز يحكي له ان طول السنين دي كان بيحاول يمسك الطائر علشان يثبت للناس انه حقيقي. وقتها راسل يقول انه شبه كيفن، وساعتها تشارلز يعرف انهم شافوا الطائر وعارفين مكانه. وبعدها كارل يقول انهم شافوا الطائر لكن ماشي ومش عارفين راح فين.
وفجأة الطائر يظهر فوق بيت كارل، وساعتها كارل وراسل يهربوا بسرعة، ودوج يساعدهم إنهم يهربوا، والطائر ياخدهم على ظهره ويجري بيهم وينقذهم. لكن للأسف الطائر يتعور في رجله، وقتها راسل يساعده ويربط له رجله، ويطلب من كارل إنهم يساعدوا الطائر كيفن علشان يرجع لأولاده. وبعدها الكلاب ترجع وتحكي لتشارلز اللي حصل، وإن دوج ساعدهم يهربوا. وساعتها تشارلز يعرف مكانهم عن طريق الضوء اللي في رقبة دوج. وبعدها كارل وراسل يحاولوا يوصلوا الطائر كيفن لأولاده، لكن تشارلز يظهر فجأة بالمنطاد بتاعه ويرمي عليهم شبكة ويقدر يصطاد الطائر كيفن. وقتها كارل وراسل يحاولوا يساعدوه ويفكوه، لكن تشارلز يولع في بيت كارل، والكلاب تخطف الطائر كيفن وتدخله المنطاد. وساعتها كارل يتعصب ويزعق لراسل ويقول له إنه هيكمل رحلته لشلالات الفردوس مهما حصل. وبعد ما يوصل راسل يرمي وسام الكشافة على الأرض ويقول أنا خلاص مش عايزه. وساعتها راسل يسيب كارل ويقعد على صخرة بعيد عن البيت. وبعدها كارل يدخل البيت ويقعد لوحده ويفتح كتاب مغامرات إيلي، ويكتشف إنها كانت حاطة فيه صورهم سوا، وكمان كاتباله كلام بتشكره فيه على المغامرة اللي عاشوها سوا طول حياتهم، وطالبة منه إنه يكمل مغامرات تانية. وساعتها كارل يتأثر جدا ويبص على أوسمة راسل بتاعة الكشافة ويقرر يطلع يتكلم معاه، لكن يتفاجئ إن راسل أخد شوية بلالين علشان يروح يساعد الطائر كيفن. وقتها كارل يبتدي ينزل عفش البيت علشان يخف ويقدر يطير بيها تاني. وفي نفس الوقت راسل يوصل للمنطاد والكلاب تمسكه وتربطه في كرسي. وساعتها تشارلز يشوف كارل من الشباك وهو بيقرب ببيته من المنطاد. وقتها تشارلز يرمي راسل من الباب وهو مربوط في الكرسي، لكن كارل يلحقه وينقذه. وبعدها كارل يدخل المنطاد ويلاقي كلاب كتير بتحرس الطائر كيفن. وساعتها كارل يرمي كرة صغيرة والكلاب تجري وراها، ويستغل الفرصة ويقدر ينقذ الطائر كيفن. وفي نفس اللحظة راسل يكون هيقع من البيت ويمسك في الحبل، وساعتها يشوف قدامه تشارلز ومعه الكلاب وهم بيدمروا البيت، لكن الكلب دوج يقدر ينقذهم ويلف عجلة القيادة. وساعتها الطائر كيفن يقدر يهرب، وبعدها راسل ينجح يتسلق الحبل ويرجع للبيت ويجري لحد ما يوصل لكارل. وساعتها تشارلز يظهر ويضرب عليهم نار، لكن كارل يقدر ينتصر عليه، بس للأسف بيت كارل يطير بعيد عنهم. وبعدها كارل وراسل يوصلوا الطائر كيفن لأولاده ويرجعوا بالمنطاد للمدينة. وبعدها كارل يحضر مع راسل احتفال الكشافة ويديله وسام كبار السن، وكمان الوسام اللي إيلي كانت مدياه له وهم صغيرين. وراسل يفرح جدا وكارل يحضنه، وبعدها يروحوا ياكلوا آيس كريم ويلعبوا سوا ومعاهم الكلب دوج. وراسل يبتدي يعمل كتاب المغامرات الخاص بيهم. وفي الآخر بيت كارل يظهر عند شلالات الفردوس زي ما إيلي كانت بتتمنى. الملخص ده بصوت عامر محمد. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناة فيلم مختصر على يوتيوب. وبس كده، سلام.